الشابيتر الرابع ديال لا بواط ا ميرفي تيجيو الأيام الأولى في فصل الربيع. كتمشي لاله زبيدة وسيدي محمد عند لاله عيشة باش يزوروها، وحيتاش كانت عارضة عليهم يدوزو عندها النهار. بطبيعة الحال كأي مرا مغربية لاله زبيدة ما غتمشيش بيديها خاويين. قبل كانت وجدات سلو، الحلوى، العطرية ودريس لو تانيو اللي هو المتعلم ديال السي سلام، جاب لها السكر، اتاي الدجاج ونعناع باش تجيو معاها في الزياره ديالها لاله عيشه. وصلت لاله زبيده وسيدي محمد عند لاله عيشه في دارها واستقبلتهم وحطت لهم اتاي والحلوى. وهنا بدات كتشكى لهم من الالم ديال المفاصل والترسه، وباللي السيمانه اللي فاتت الشايه ما بقاتش عندها. واحد الشوم ما يقلبوها نميمه على الجارات. هاد المره لاله زبيده ما جبداتش جارتها بالخايب، خصوصا لاله رحمه، انما بدات كتعيب على رجالهم. كانت كتوصف راجل رحمة بأنه كيشبه الحمار، وبراجل فاطمة البزيوية كيشبه الطوبة، وما خلاتش حتى راجلها هي نيت وبقات كتعيب بينما لاله عيشة كانت كدوي حتى هي بالخير على جارتها، وكانت كدوي بالجد باش بالعاني يسمعوها. الدراري الصغار اللي ساكنين في الدار اللي ساكنه فيها لاله عيشة عيطوا على سيدي محمد باش يلعب معاهم. طلعوا للسطح وبداو كيلعبوا اللعبه ديال العريس والعروسه، دابا بحال الاجواء ديال حفله العرس. مشى واحد الدري هز واحد الكمشه ديال التراب ولاحو على البنت اللي كانت لعبه الدور ديال العروسه. هنا التروينه، كلشي بدا كيغوت وكيجري. طلعت عندهم واحد المرا طالع عليها الدم حيتاش داروا الصداع، وبدات كتخاصم عليهم وضرباتهم. وهزات سيدي محمد شداتو نزلاتو عند مولي الطيب بدات كتخاصم عليه. في الوقت اللي كانت لاله عيشه ولاله زبيده كيجمعوا، كيجي راجل لاله عيشه اللي هو مولاي العربي، كيدخل لواحد البيت وكيعيط على لاله عيشه باش تجي عنده. الوقت اللي كانت لاله عيشه كدوي مع راجلها، ناضت لاله زبيده طلات من الشرجم، وهنا جات عينيها على واحد الجاره مقابله معاها. بجوجهم تبادلوا السلام وبداو كيهضروا في مواضيع بحال الجو زوين كي درتو مع الشتا والهضره من هذا القبيل. رجعت لاله عيشه عند لاله زبيده وخلات السيده اللي في الشرجم ما داتهاش فيها. سيدي محمد حاول يسمع شنو لاله عيشه كانت كتقول لاله زبيده، ولكن ما قدرش. سمع فقط واحد الكلمه اللي هي الباشا. لاله عيشه بدات كتبكي وكتنخصص، ولاله زبيده كتحاول تواسيها وتسكتها. هاد المشهد عجب سيدي محمد حيتاش ما فهمش كيفاش مو زبيده اللي صغر بزاف من العيشه كتواسي فيها. شداتو الضحكه وعرف بلي ما خصوش يضحك في هذا الموقف، مشى للدروج وبدا كيضحك على خاطره. جا السي عبد السلام في الليل باش يرد لاله زبيده وسيدي محمد للدار. الغد اللي كان الجمعه، ومور الغدا لاله زبيده عاودت لراجع عبد السلام على المشكل اللي طرا لمولاي العربي راجل لاله عيشه. قالت لي بلي مولاي العربي تخاصم مع الشريك ديالو عبد القادر. عبد القادر اللي كان قبل المتعلم عند مولاي العربي، مولاي العربي كان كيتعامل معاه مزيان، وحتى عبد القادر كان كيبان انسان ظريف وديما تيشكر مولاي العربي. كانوا بجوج خدامين في البلاغي وكان عندهم اقبال كبير، وحتى سلعتهم كانت عندها سمعه مزيانه. عبد القادر قرر يتزوج، وهنا مولاي العربي شجعو ولا العيشه هي اللي لقات ليه واحد البنت. واخا عبد القادر كان كيخدم مزيان ولكن ما وفرش الفلوس باش يتزوج ويعطي الصداق، فهنا مشى عند مولاي العربي وقدر يعطيه داكشي اللي كان جامع، وما دارش معاه حتى شي ورقه ديال الاعتراف بالدين. فعبد القادر ما ردش الفلوس ونكر الجميع. وفاش مشاو عند الباشا، الباشا ما تاق في حتى واحد فيهم، وطلب من واحد من الاعوان ديالو باش انه يفتح واحد التحقيق. من بعد ما سولو مزيان في السوق وجمعوا المعلومات، حكموا في الصالح ديال عبد القادر. هذه هي القصه اللي كانت عاودت لاله زبيده لراجلها عبد السلام. سي عبد السلام كان ديما كيحاجي لاله زبيده وسيدي محمد على عبد الله ليبيسي، ولكن هاد الشخصيه هادي ما عمر سيدي محمد شافها، انما فقط كان كيسمع به لانه باه اللي كان كيعاود ليه عليه. عبد الله ليبيسي كان واحد الشخص اللي معروف بالقصص ديالو اللي كان فيهم الشعر والغموض. كانت عنده واحد الحانوت اللي ما كيجوش ليها الناس بزاف. عبد الله تيبيع اي حاجه قديمه لدرجه ان لي زيتاجير اللي عنده حاط فيهم السلعه كاملين مغبرين، وكان الكليان قليل بزاف ولكن كان عنده بزاف د الاصدقاء. لي زيستوار اللي كان كيعاود عبد الله ليبيسي كانوا واحد لي زيستوار اللي ما كيتسالاوش، يعني ما عندهمش واحد النهايه، وكان كل مره كيعاود قصه جديده، يعني الا عاود قصه اليوم ما كيعاودهاش ثاني مره اخرى. كان كيعاود كاع الفئات ديال الناس، يعني سواء كبار ولا صغار ولا الناس د المدينه ولا حتى البرانيين. كانوا بزاف ديال الناس كيبغيوه وبزاف د الناس تيكرهوه، ولكن هو ما كانش مسوق ليهم. في الشابيتر 4 كاينين جوج شخصيات اللي عندهم جوج الاراء مختلفه على عبد الله ليبيسي. اولهم عبد النبي اللي كان عنده واحد لافي نيجاتيف على عبد الله ليبيسي، وكان كيقول بلي انه واحد الانسان دجال وفيه بزاف ديال المساوس. وكاين الحبيب اللي كان كيعاود عليه الا بالخير. وهاد الجوج الناس هادو كانوا ديما كيدابزوا في الموضوع ديال عبد الله ليبيسي. وهنا كنكونوا سالينا للشابيتر 4.